سؤالنا الجميل هنا في الكتاب بتاع المدرسة صفحة 4 بيقول لي: يوجد المستطيل الذهبي في محار أحد الكائنات. المحار بتاعنا عارفينه البحرية، ونسبة طوله إلى عرضه 1 زائد جذر التربيعي للخمسة على 2. عايزة أقدر القيمة. قدر القيمة. تعالوا نشوف الأول الجذر الخمسة دي موجودة أصلا قريبة لمين؟ تعالوا نشوف مع بعض. أنا عايزة الجذر التربيعي للخمسة. مين الأرقام اللي هي موجودة معاها؟ طب ركز كده، لو أنا عملت الخط بتاعي الجميل بتاعنا ده خلاص كده، قبل الخمسة في الجذر التربيعي للأربعة. يا ميس الأربعة يعني كام في كام؟ اداك 4 الاتنين. حط هنا جذر التربيعي للخمسة اهي، مش مشكلة. مين اللي بعد الخمسة؟ 6 ليها جذر تربيعي حبيبي؟ لا. 7 لا. 8 لا. يبقى 9، يبقى الجذر التربيعي لل9. طيب الجذر التربيعي لل5 حلو، محصور ما بين مين ومين؟ محصور ما بين العدد 3 والعدد 2 اهي. طب ماشي، الجذر التربيعي لل5 هل هو قريب للجذر التربيعي لل9 ولا لل4 ولا الجذر التربيعي لل9؟ ركز كده. لا، ال5 هتبقى قريبة لمين؟ لل4. ال5 هتبقى قريبة لل4، يبقى الجذر التربيعي لل5 قريب من ايه؟ ال4. حلو يا ميس. ال4 اللي هي اصلا مين يا جميل ماما؟ اللي هي ال2. طيب انا هكتب بقى التقدير بتاعي. النسبة التقريبية لل5 مالها يا ميس؟ قريبة قوي 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 للعدد 2. طب لما هي قريبة للعدد 2، السؤال بيقول لي 1 زائد الجذر التربيعي لل5 على ال2. هنشيل الجذر التربيعي لل5 وبدله بمين؟ بال2. شيل يا ميس 1 زائد 2 على ال2. وبعدين يعني يا ميس، وبعدين يا ميس هيطلع عندك بالآلة ايه يا جميل؟ هيطلع بالآلة عندنا 1.5. ده كان كده سؤال موجود في كتاب المدرسة. الأول يا حبيبي أنت هتعمل التقريب بتاعك بتاع الجذر التربيعي لل5 وتشوفه هو محصور ما بين مين ومين. بعد ما أحطه أشوف هو قريب لمين أكتر، قريب لل2 ولا قريب لل3. والله ال2 وال3 يبقوا جنب بعض. لا، أنت شوف الجذر التربيعي بتاعك. هنا الجذر التربيعي ل4 وهنا الجذر التربيعي 9، يبقى ال5 قريبة لل4، يبقى بالتالي الجذر التربيعي لل5 قريب من ال4، يعني في الآخر بيساوي عندي تقريبيا 2. فأنا هروح للكسر بتاعي وأشيل الجذر التربيعي لل5 وأحط مكانه 2 وأكمل العملية الحسابية. يلا مع بعض عشان نشوف الأعداد الحقيقية والنسبية والدوائر بتاعتهم والحاجات الجميلة اللي جاية. لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد في القناة.